نسر الأهلي يعود لكم من جديد. الأهلي بيفوز في ديربي القاهرة على الزمالك بهدفين مقابل هدف. الأهلي كان أفضل منذ الدقيقة 20 حتى نهاية المباراة. الأهلي بعد ما كان الزمالك فارق عنه ب7 نقاط، الزمالك بيتعادل مع الجونة ويخسر من الأهلي، وكده بالتالي الأهلي لو كسب الماتش اللي هو لسه كان مريح فيه، لو كسب الماتش انا عايز اقول لك الاهلي هيعدي الزمالك بنقطة. الزمالك من وجهة نظري اول ربع ساعة هجمة عدي وهجمة ناصر ماهر، خلاص كنت ضمنت الماتش 2-0 في اول ربع ساعة وانتهى القصة وانتهى الحوار. ولكن اهدار الفرص والكم الرهيب بتاع عدي، يعني نفس الكرة في نفس الملعب. الماتش اللي فات عندك مباراة الزمالك والجونة نفس انفراد، يعني محمد علاء طالع على خط ال 18، انت ليه ما ترقصوش وتخش؟ يعني انت ليه ما ترقصوش وتخش وتريحنا من الفيلم اللي انت بتعمله وتقع وترفع الكرة من فوق الحارس؟ والفيلم ده كله لما ترقص اي حارس ويبقى الجون مفتوح قدامك. ما بقيناش نشوف المهارة دي خالص، يعني مهارة انك ترقص الحارس وتحط فيه جون. تحس ان اللعيبه كسلت، ما تتفرجش على الدوري كله تلاقي لاعب اصلا بيرقص الجون. لعيبه لا تفقه شيء في كرة القدم. يعني معلش اساسيات كرة القدم، انت كمهاجم دلوقتي انت انفراد مفيش حل قدامك، رقص الجول. ما بتعرفش ترقص ارجع دافع. ما فيهاش، ما بتعرفش ترقص ارجع دافع وريحنا من صداعك. انا مش فاهم يعني. اتعادلنا مع المقاولين وتعادلنا مع الجونة وخسرنا من الاهلي. الاهلي قمة ولازما كنت لازما تخش فيها بجدية، مع ان الاهلي واقع ولكن عمل ماتش احسن منك. وهناك في ماتش المقاولين والجونة انت ضيعت فوز على الجونه سهل، وتعادل مع المقاولين انا مش عارف المدرب كان تايه او نسي انه يجي من اوضه اللبس، تقريبا كان قاعد جوه. عندك حسين الشحات تقريبا قرا المصحف كله قبل ما ينزل ولا ايه، وراح بايس لي الشنكار كده. ما تقولش داخل هياخد الدوري. شوف سبحان الله، نزل حط جون وراح نازل جايب لي البلن. صراحه الحكم معلوش لوم، حكم محترم، عمل ماتش مفيش احلى ولا اجمل من كده. ولكن الاهلي حقه المباراه. انا كزملكاوي بقول لك الاهلي حقه المباراه. الاهلي عمل جيم عالي وجيم هجومي مستحق ان الاهلي يكسب المباراه. انا ما شفتش الزمالك صراحه. انت كمدرب دلوقتي اهو عدي اتصاب، انا بالمنطق ناصر محطه مش اكتر، مش هيجري. ولعيبه الاهلي السردباكين عايزين حد بيجري، والله ما قادرين يجروا. وانت عمال تلعب على الطوليه، طوليه طوليه، عاليه عاليه. يا اخي ما بيعرفوش يستلموا في الدفاع، يا اخي ارحمني، ولا هجوم. بنلعبهم على العالية وعندهم الاتنين بيطلعوا فوق المهاجم، مش هنعرف ناخد الكورة. يا اخي اعمل تكتيك بقى. يا اخي الدوري ضيعتوه من ايدينا، حرام 9 مطوشة. ايه؟ في ايه يا جماعة؟ تركيز في الدوري بس. والله التركيز في الدوري هيفرق معانا اقسم بالله. يعني ماتش زي ده الاهلي في اسوأ حاله هتكسبه امتى؟ هتكسب الاهلي امتى؟ عرفني. انت هتكسب الاهلي امتى؟ حمونا بقى. ركزوا بقى في الملعب بقى وسيبكم من السوشيال ميديا والقرف ده. ركزوا شوية، ركزوا في المباريات، ركزوا. قبل التوقف لازم تبقى واقف في الصدارة، تكسب غزل المحلة وتبقى في الصدارة. لأن هو لو كسب وأنت تعادلت مع المحلة هو الصدر خلاص، ومعاه ماتش كمان مؤجل، شكرا. فرق عنك ب4 بونت وأنت قاعد زي خيبتها. إيه بقى بتدور تاني إنك ترجع تاني؟ يعني أنت بتدور تاني إنك ترجع. طب هترجع إمتى؟ ما أنت خلاص ضيعت الدوري بالمنظر ده. 9 مطوشة واخد منهم 17 نقطة ازاي؟ يعني مضيع 10 نقط. ما هو مش كلام هيروغليفي وخلاص. لا تركيز. وماتش دجلة اللي خسرناه لا، يعني خسارتين وتعادلين، قرف. قرف. انا الفريق ده انا تعبت معاه. وصراحة لا كلام ولا اي حاجة. الفرقة دي نظام محتاجينه، وتكتيك من المدرب ده محتاج يتطور
صراحة في لعيبة بدأت تعرف تباصي الكورة على الأرض، ولكن محتاج في شغل كتير. النادي محتاج يتأقلم اللعيبة. يعني النهاردة برضه مقصر شحاتة مقصر. ندي كل واحد حق. مبروك لجماهير النادي الأهلي وعودة النسر الأحمر للفوز الثالث على التوالي. اللي احنا قلنا خلاص ده الأهلي بعد عن الدوري، ايه ده مركز 16 ولا 18، مركز تاني دلوقتي الأهلي. الأهلي بجبروته وبعزيمته وإصراره وشخصيته، الأهلي يعود للمنصة التانية في جدول الترتيب، والزمالك بتاريخه العظيم هيفضل على القمة ولا يحصل ايه. ما تنساش يا عريف الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الإيجابي، وما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. يا رب الدوري يولع.